الفيديو ده من أحلى الفيديوهات اللي عملتها وأنا مبسوطة جدا. لأنها وصفة لذيذة ووصفة بحبها قوي وناجحة جدا جدا جدا. براونيز كما يقول الكتاب، جربت وصفات كتير وتكنيكس كتير، دي أحلى نتيجة ممكن توصلوا لها للبراونيز. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين الوش مكرمش ازاي؟ يلا اقول لكم على طول عملناها ازاي ولازم تجربوها. اول حاجة انا قسمت المكونات ل3 مجموعات عشان اسهل عليكم ان انتوا تطبقوا الوصفة. اول مجموعة هي الشوكولاتة والزبدة، وهنحتاج نسيحهم مع بعض على حمام مية. اهم حاجة ان المية ما تلمسش الطبق او الكسرة اللي محطوط عليه. هننزل ب 200 جرام من الشوكولاتة، انا استخدمت شوكولاتة حليب ودي بتظبط جدا في اللون وفي الشكل، و100 جرام من الزبدة. عايزين تستخدموا شوكولاتة غامقة مفيش مشكلة خالص. تاني مجموعة هتبقى البيض، السكر، الفانيليا، 3 بيضات، نص كوباية من السكر، وباكت كبير فانيليا أو فانيليا سايلة زي ما تحب. هنخلط البيض مع السكر مع الفانيليا مجرد خلط، مش محتاجين خالص انه يبقى كريمي او فومي او الكلام ده كله. بتخلط كويس، تأكدنا ان السكر داب، بس كده. هنجيب بقى خليط الشوكولاتة والزبدة ونمسح كده بفوطة من البخار اللي بيتكثف عليه من تحت، وننزل بالخليط ده على البيض. هنخلط كويس جدا لغاية لما ده يبقى شكله خطير. تالت مجموعة الدقيق والكاكاو. الدقيق 90 جرام، الكاكاو 30 جرام، ومعاهم رشة من الملح، مفيش بيكنج باودر. هننزل برضو بالمكونات الجافة دي على خليط الشوكولاتة والبيض والزبدة، وهنقلب كويس لغاية لما كله يندمج. مفيش تكنيك، مفيش نقلب بهدوء من تحت لفوق، مفيش الكلام ده. شايفين الجمال؟ خطير، شكله حلو قوي قوي قوي. هنجهز بقى صينية وهقول لكم مقاساتها في التعليقات، وهنحط ورقة زبدة وده ضروري جدا، وهندهنها دهان خفيف بالزبدة، وهننزل بخليط البراونيز، وما بيكونش زي خليط الكيك، هو بيكون أتقل كتير. وبصوا لآخر نقطة، نزلوا الخليط لآخر نقطة. نحاول بقى نوزع الخليط في الصينية مظبوط، ونحاول نتخلص من أي فقاعات هواء، وهندخله فرن متسخن من قبل في الرف الأوسط، مش تحت خالص، يكون في النص وممكن أعلى كمان، وبيقعد حوالي تلت ساعة. بنطلعه بيكون بالشكل الخطير ده، ناشف من الأطراف، ناشف نوعا ما يعني، وفي النص ما بيكونش ناشف تماما. وهو كل ما بيبرد كل لما بيبقى واخد الطعم والمضغة اللي احنا بنحبها في البراونيز. هنا بقى بعد ما برد تماما، طبعا شفتوا من تحت مش محروق خالص، وبنبدأ بقى ان احنا نقطعه. لازم يتقطع وهو بارد، يعني بعد ما يطلع بساعة مثلا. بنقطعه بقى بالشكل التقليدي جدا للبراونيز، والكمية دي والصينية دي عملت 16 قطعة. بصوا شكله بقى عامل ازاي، تحفة زي ما بنشوفه في المحلات، وبنستمتع بطعمه. حلو جدا جدا. الوصفة دي لازم تجربوها، وإن شاء الله هتنجح معاكم قوي، وياريت تقولوا لي رأيكم. والفيديو اللي جاي على طول هتبقى الوصفة الصحية والشكل الصحي للبراونيز. طبعا بقى زينوه زي ما تحبوا. أنا عملت شوية بالشوكولاتة وشوكولاتة البيضة، شوية سادة، في ناس بيحبوا سكر بودرة، يعني ابدعوا زي ما تحبوا. ويا رب تجربوا الوصفة دي، وانتظروا الوصفة الصحية للبراونيز، وبألف هنا وشفا.